سلام العائلة، كي دايرين الحباب الأصدقاء المهمات؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله، مع فيديو جديد إن شاء الله. غنشارك معكم واحد الفلفلة معمرة بالروز والكفتة، كتجي رائعة وزوينة بزاف. واحد الشلاطة ديال الخضرة الباربة وخيزو والبطاطا، كتجي منعشة، كنرافقوهم بجوج بعد الشلاطة. الرز مع الفلفله والشلاضه كتجي زوينه. غندوزو المقادير بساط، ما فيهم شي حاجه كثيره. عندي هنا الرز راني كنسلقو في هذا الكاسرول، هذا درتو فوق البوطه. وعندي في الكوكوط هنا البطاطا والبربه وخيزو حتى هما راهم كيتسلقوا. ندوزو المقادير ديال الفلفله. عندي واحد جوج بصلات هنا مشلضين مزيان، هاشيين في الهاشوار مزيان حتى ولاو ما سائلين. وعندي واحد المطيش، انا كانت عندي في المجمد واحد معلقه ديال المركز الطماطم حتى هو في المجمد. المطيشه كانت عندي مطحونه ودايره في المجمد. عندي هنا شويه الربيع، كيلو ديال الفلفله وشويه ديال الزيتون الخضر. والكفته عندي واحد الرابعه ديال الكفته والثومه والعطريه اللي كنديرو في الماكله يوميا. انا غنقول لكم العطريه شنو فيها. هنا درنا البصله اللي حكيناها، او تحكوها او تشلضوها في الهاشوار او تهاشيوها في الهاشوار اللي بغيتو. المطيشه الا ما كانتش عندكم صايبه في الثلاجه او في المجمد، حكوا او طحنوا واحد جوج مطيشات، واحد معلقه ديال المركز الطماطم، ونديروا الملحه ونديروا الزيت. ودابا غادي نديوهم فوق البوطه يتشحروا لينا، ونزيدوا ديك الساعات التوابل. عندي هنا الثومه، كندير واحد المعلقه ديال الثومه صغيره ما عامراش، الثومه اللي مصايباها انا في القرعه، كنطحنها حتى هي في الهاشوار وكنديروها فيها الزيت ونخليوها يعني في الثلاجه ديما كتبقى لنا موجوده. صافي ديتها تشحر داك الكوكوط. عندي داك المطيشه وداك الشيء باش تطلق، باش نزيد نصايب الشيء الاخر. درت الفلفله بحال هكا. انا عندي الفلفله بلديه كتشوفوها معايا رقيقه وعوجه. هاد البلديه كتكون ديما ماشي بحال الروميه كتكون غليظه وطويله. حليتها بحال هكا. المطيشه ديالي راها كطيب كما شفتوا معايا. الرز راني حيدته من الكاسرول ودرتو في الشبكه حتى يستقطر. هنا غادي نديرو العطريه. درنا هنا السكينجبير، وغادي نديرو البزار، واحد راس معلقه د البزار، سكينجبير حتى هي معلقه صغيره، والخرقوم معلقه صغيره. هادو هما التوابل اللي غادي نديرو. صافي دابا كنخليوها تشحر لينا هنايا مزيان، وغادي نزيدو واحد شويه د الماء فاش غادي يطيب لينا الرز ديالنا او الفلفله ديالنا. هنا درت واحد المعلقه ديال الربيع. هنا عندي الرز اللي درتو في الشبكه حتى استقطر وبرد ليا ما بقاش سخون. غادي نديرش الكميه، انا درت بزاف ديال الرز، نتوما ديروا غير على حساب الفلفله اللي عندكم. درت 2 كيسان تقريبا ديال الرز كلاصي ماشي الرز العادي. وهنا درت الكفته، وغادي ندير واحد الكميه ديال الربيع ملي كتكون مهمه، واحد 2 معالق كبار ديال الربيع، وواحد 2 أو 3 المعالق كبار ديال الزيتون. ونديرو التوابل، الملحه، نديرو الثومه، ندير داكشي اللي درناه في الكوكوط غادي نديروه في التوابل ديال عفوا في البانيو اللي غنديرو فيه هاد التشرميله هادي. البزار، الخرقوم، السكينجبير، وكنديروا واحد راس معلقه ديال الحار. هاد هريسه هذه اللي شاركتها معكم في القناه ديالي، اللي ما شافهاش يدخل ندير غير هريسه راه غطلع عليه، ودخلوا تفرجوا راها كتجي رائعه وزوينه بزاف. صافي هنا غادي نخلط بيديا، ودرت واحد شويه ديال الزيت. صافي وغادي نبقى نخلط بيديا مزيان حتى كنفرتت داك الكفته مع داك الرز مع داك التوابل مع كلشي كيشرب داك الشيء. كتجي بنينه وزوينه بزاف. كما قلت لكم الفلفله كما كتشوفوها معايا راه معوجه، حيت البلديه كتكون بنينه وكتكون يعني غير صغيره، وكتكون بحال هكا معوجه ما عليهاش. واخا تكون بحال هكا معليش، ولكن كتجي بنينه على حساب الروميه شويه ماشي بحال هاد البلديه هادي. ولا كانت عندكم الروميه ديروها حتى هي ما كاين حتى مشكل. كنقيوها مزيان، نغسلوها، نستقطروها، وكنحلوها من الداخل ونشوفوا اشنو عندها. الا لقينا شي حاجه فيها هكا، بعد شي مره كيكون فيها شي حاجه راه كنحيدوها. هنا عمرت الفلفلات ديالي، والمطيشه راها بدات كتشحر ليا.
صافي كنستف داك الفلفله المطيشه، راه زدت فيها شويه ديال الماء باش غيطيب لينا هذا الرز اللي عندي اصلا راه طايب، غير المهم داكشي اللي عندي غيتشحر شويه، غيشرب داك المريقه ديالو. صافي سديت عليها واحد 10 دقائق، صافي نخليوها طيب. وهنا ندوزو نصايبو الشلاضه ديالنا اللي نقيت البطاطا ونقيت الخيزو والباربه، خليتها حتى كتبرد عاد غادي نقيها. كنحكو في هاد الحكاكه الطويله باش كتجينا هكا زوينه، وكتجينا واحد المنظر كيجي زوين فيها. انا حطيت في الطبق يعني رئيسي، طبق كبير، تقدروا تحطوا في الطبق فردي، فرديين هكا، طبيصلات فرديين بحال هكا. انا درت طبسيل كبير يعني كناكلو هو الاول وعاد ناكلو الفلفله اللي حضرنا، او ديروا في طبيصلات صغار كما بغيتو، راكم الاختيار. هنا حكيت البطاطا وحكيت الخيزو، وغادي نحكو دابا الباربه وغنزيدوها من الفوق حتى هي. تقدروا تزيدوا شي خضره اخرى او اللي بغيتو، راه مزيانه كتجي. انا كنفضل ندير عفوا هاد الخضر بثلاثه، راه كيجيو بنان ورائعين وغادي يعجبكم ان شاء الله، غير جربوهم. صافي كنديروا ديك الباربه اللي كتكون حتى هي غير صغيره وكتكون طريه وحلوه كتجي. كنديروا الباربه من الفوق، تقدروا تذوقوها بالبيض مسلوق او المايونيز، او انا خليتها هكا عادي. غادي ندير غير واحد الصوص ديال المعدنوس مع الخل والزيت والملح. صافي كنديروا 2 معالق د الخل، واحد المعلقه ديال المعدنوس مقطعه رقيقه، وواحد المعلقه ديال الزيت، وواحد راس معلقه ديال الملح. ما نكثروش الملح بزاف، كنطربوا مزيان مزيان مزيان. الا كانت عندكم يعني بغيتو تطربوها في الخلاط طربوها، ما كاين حتى مشكل، غير هو كيجي اللون ديالو خضر. انا بغيتو يجوني بحال هكا داك الطريفات د الربيع. صافي وكنسقيو داك الشلاضه ديالنا من الفوق. صافي هذه هي الشلاضه ديالنا. وشوفوا معايا الرز او الفلفله، كتمشي ليا الهضره على الرز. الفلفله اللي معمره بالكفته والرز كتجي رائعه وكتشرب، كتجي بنينه بحال هكا. غادي نقدموها بحال هكا، كنحطو غير بشويه كما قلت لكم 10 دقائق راه كافيه باش طيب. وكنقصوا البوطه ونخليوها، الا بانت لينا فيها شويه الماء مبانش صافي كنطفيو عليها، كنخليوها ناشفه، ما كنخليوش فيها الماء نهائيا. تقدروا تدخلوها للفران الا بغيتوا تدخلوها للفران، دخلوها للفران حتى هي كطيب دغيا دغيا وكتخرج. صافي هنا غادي نستفو في الطبسيل بحال هكا، داك الفليفلات اللي معمرين وداك الدغميره او داك الصوص كنحطوها في الجناب بحال هكا. وهذا هو الطبق ديالنا ديال الفلفله اللي معمره بالروز والكفته والشلاضه ديال الباربه وخيزو والبطاطا. كتجي رائعه، كنتمنى تجربوا هاد الوصفات بجوج، غادي يعجبكم ان شاء الله. وما تنساونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والحباب والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع ان شاء الله. شوفوا معايا كي كيجي رائع وزوين بزاف. وما تنساونيش بواحد التعليق، قولوا لي كي جاتكم هاد الفلفله وجربوها وردوا عليا الخبر. والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.